بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم عن 4 مواضيع مهمة جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ال4 مواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هم: من وراء تسريبات ميدو، 4 صفقات جديدة، رسالة دونجا لإمام عاشور، شيكابالا وطارق حامد، ومفاوضات الزمالك مع ناصر ماهر. السلام عليكم. أول حاجة عايزين نتكلم فيها هي المكالمة السرية لأحمد حسام ميدو، هي إن ميدو بيتكلم مع أحد الأشخاص عن اللاعب رضا سليم اللي هو أصلا خلص معاه نادي الأهلي وكل حاجة خلصانة. وبعدين قال كمان إن هو عايز يعمل اجتماع زوم مع رضا سليم ووكيله، وبيقول في التسجيل المسرب ان هو يرغب في ضم اللاعب الى نادي الزمالك، لان ميدو بيشوف ان اللاعب ده بيعتبر افضل من اشرف من بن شرقي. اولا اللي انا عايز اتكلم فيه، اول حاجة انا ضد منطق التسريب، لان بشوف الشخص اللي بيسرب هو شخص عديم الاخلاق والانسانية، وشخص عايز يعمل بروباجندا وعايز يعمل لنفسه منظر وسعر. ثانيا، ايه هو الهدف من التسريب ده؟ اول حاجة انك انت لازم تفهم الهدف من التسريب. اولا اللي خرج التسريب هو النادي المنافس. هو مين النادي المنافس؟ وهو نادي الاهلي. ليه؟ علشان يقول ان الزمالك فشل في صفقة رضا سليم، وان الاهلي نجح، وبيظهر فشل ميدو وضعف ميدو في الصفقات. يبقى ده الهدف الاولاني، ان المنافس هو اللي بيعمل كده. طيب ايه تاني؟ الهدف التاني من التسريب ده، في اشخاص ما بيحبوش ميدو ودور ميدو في نادي الزمالك، والفيديو ده طلع علشان يثبت فشل ميدو وضعف ميدو، وفي نفس الوقت يتخلصوا من ميدو، لان هم حاسين ان ميدو واخد دور كبير في نادي الزمالك. طيب نتكلم بقى بالمنطق، هل من حق الزمالك ان هو يتعاقد مع رضا سليم؟ نعم، من حق نادي الزمالك ان هو يتعاقد مع رضا سليم. ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب الاهلي نفسه اي صفقة الزمالك كان بيشاور عليها كان الاهلي بيخش وبياخدها، وكمان بيعمل كباري وبياخد هذه الصفقات، لان الزمالك عنده مشاكل مالية طاحنة، ولكن الاهلي عنده فلوس بزيادة، فما عندوش مشاكل في موضوع الفلوس. وفي حاجة كمان لازم تفهموها، في حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده تقدر تغير صوت اي انسان. اكتب بس انت في جوجل الذكاء الاصطناعي وشوف، هتعرف ان ممكن تحول صوت عبد الحليم حافظ الى عمرو دياب، وعمرو دياب الى عبد الحليم حافظ، وده هيغني لده. الذكاء الاصطناعي هو الطفرة الجديدة اللي داخلة العالم اليومين دول. ده بالنسبة لموضوع التسريبات بتاع ميدو. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه 4 صفقات جديدة للزمالك. كشف مرتضى منصور عن التعاقد مع 4 صفقات جديدة لدعم الفريق، وأكد خلال تصريحاته اللي كانت في التلفزيون إن المشرف العام للكرة للقلعة البيضاء أمير مرتضى منصور تعاقد مع 4 صفقات، وقال لك إن الصفقات دي كمان جت بناء على رغبة أسوريو المدير الفني للفريق. وبعد كده شكر أمير على تجديده لأحمد السيد زيزو، وكمان شكر احمد مرتضى ابنه الثاني اللي هو ان هو جلب حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني. وقال ان امير عقب اطمئنانه على الفريق ان هو وقع مع 4 لاعبين مساء الجمعة، واحمد مرتضى وقع مع احسن لاعب في مصر. يعني هنا عايز يقول لك ان امير وقع مع 4 لعيبة جدد، وان احمد مرتضى وقع مع احسن لاعب في مصر. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك نشر صورة لنفسه وهو بيرتدي التيشيرت رقم 8. ليه؟ ومكتوب على التيشيرت 8 دونجا. نشر الصورة دي على الانستجرام وكتب للرجال فقط. طبعا الكلام ده رايح لمين؟ المقصود به مين؟ المقصود به طبعا إمام عاشور. أنا عايز يقول لي إمام عاشور أنت مش راجل، وانك انت خاين وخنت نادي الزمالك وعملت كوبري مع نادي الاهلي، ودي خيانة. الموضوع اللي بعد كده هو شيكابالا. قال لك ان الصحف السعودية كشفت ان شيكابالا تواصل مع مين؟ مع طارق حامد من اجل التوسط لعودته لنادي الزمالك.
حيث لم يبحث اللاعب، لأن اللاعب لغاية دلوقتي مش عارف مصيره في حالة الرحيل عن اتحاد جدة، خاصة في ظل الحديث عن إن في عروض كتيرة جايله، عروض سعودية قوية جدا للاعب. وبعد كده كشفت الصحيفة كمان وقالت إن عرض نادي بيراميدز يبقى هو الأقوى ماليا، يعني بيعتبروا إن عرض نادي بيراميدز هو قوي جدا ماليا بالنسبة لطارق حامد. هنعرف في الأيام الجاية طارق حامد هيروح فين بالظبط، هل الزمالك ولا بيراميدز ولا فريق سعودي. ده بعد كده كشف مهيب عبد الهادي على حسابه على تويتر: زمالك فتح خط مفاوضات قوي جدا مع ناصر ماهر لاعب فيوتشر لضمه الموسم المقبل. اللاعب مرحب، ولكن طلب حسم الصفقة من مين؟ من إدارة فيوتشر. المفاوضات قديمة جدا، هي من زمان الزمالك بيحاول يفاوضه، والمفاوضات لسه سارية، وهناك إصرار من الزمالك على ضم اللاعب، وكذلك اللاعب عنده كمان إصرار إنه يلعب للزمالك، ولكن لازم فيوتشر هو اللي يحدد، وبالأخص بعد رحيل علي ماهر، لأنه هو كان موقف الصفقة ديت. نعرف إن علي ماهر كمان راح المصري. ده بالنسبة للمواضيع بتاع النهاردة. ألف شكر يا جماعة إن كنتم استمعتوا لي، أتمنى إنكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم.